خليني ادخل، ترى اللي فيني مكفيني، يعني بكفي واقف لي مثل برميل الخرا انت وسنينك اللي كانها مثلثات جبنه هاي البقره الضاحكه، نسيت اسمها. ليك بدنا نزعل من بعض؟ انت لازم تاخد موعد مع الفنان الكبير استاذ محمود. قلت لي الفنان محمود؟ ليش من امتى هذا المنغولي فنان؟ طول عمره بيشحت في الشارع كان. اسف يا استاذ ما بقدر ادخلك. طيب شوف عندي لك صفقه حلوه. ايه اتفقنا. عايز اقول لك على سر. قول يا صاحبي. انا من فتره عملت جروب. طيب فين المشكله يعني؟ المشكله ان في واحد في الجروب اعتبرته صاحبي واخويا واديته الثقه وخليته المسؤول بتاع الجروب. ايوه فهمت. قلت له اي حد مش عايزه في الجروب اطرده، فطردني اول واحد. والله مش عارف انام بقالي يومين. انا كمان يا اسطى عايز اقول لك على سر. اللي طردك بره الجروب هو انا. يا اسطى ينفع اقول لك حاجه؟ ايوه يا حبيب قلبي قول عادي. كنت عايز اقول انك راجل ابن مستحيل تقدر تحبسني يا حمار انت، وعشان ما في قفص اصلا، يعني جايبين قفص بالتقسيط وياخدين النص التاني. والله ميزانية الدولة الفترة ايش نعمل؟ بعدين بتاكل خرا، احنا متدربين على اقصى درجة مئوية، وعنا هذا اللي ما بعرفش اسمه. اقعد ساكت احسن ما عينك من دون حرف الهاء. كمان راح نبيع ذهب ستك عشان نشتري سجن 4K. انا مالي دخل هو ابن الكلب اللي سرقني. يا اخي اعطيني اياه وبوعدك راح ابيعه وازوج صديقك الكلب. ايه خلص اتفقنا. استنى هذا العجوز المصمت قاعد عم بيلعب بعقلك. ايه وشوي تاني راح العب بغير شيء. يا اخي والله كنت عم بمزح. بعدين ليش عم تحبسوني اصلا؟ انا ايش عملت؟ والله ما بعرف، بحس انت عشان يعني شكلك مستفز. ايه والله بتشبه شيء ما بدي اذكر اسمه عشان في اطفال عم تتفرج على الفيديو. قاعد عم تحكي على شكلي كوخ، اشوف شكلك انت. مالي شايف شيء. تشبه طيس الاردو قاعد عم تتكلم. يعني شوف هذا منظر بني ادم بالله عليك. عود يا زلمه سليني شوي، والله الدنيا ملل اليوم. طب يا اخي انا كنت قاعد بشوخ. لك الله ما وقت، عندي لك لعبه رح تعجبك. تعالج الاسهال يعني عشان صار لي من امبارح. اكيد اول شيء بتدخل على الاعدادات، بعدين الطيز والخصوصيه. يا زلمه حل عني انا رايح اشوخ احسن شيء. عود الله بشتري لك حفاضه. طيب تلعب بابا جي؟ البيت عم يحترق. خلص فقدنا الزلمه. البيت عم يحترق ولك بعرض جوز ابوي البيت عم يحترق. شوف الارض كلها نار وما بعرف. ذكرني اخذك على مستشفى الامراض العقليه يا اخي، الارض ما فيها شيء. شوف هي معباس بنت الكلب رمت علينا تعويذه. كمان عم بتمطر سكاكين، هذا اللي فضلنا. ذكرني لازم نتعالج نحن. شبك لبك محمود ايش عم يعمل بين رجليك؟ ممنوع تعدوا من هالمكان. طيب واذا عدينا ايش رح تعمل مثلا يعني؟ عم تتحداني؟ بتعرف اذا عديت ايش رح يصير؟ بتعرف ايش رح يصير؟ ايش رح يصير؟ لك بتعرف ايش رح يصير؟ ايش رح يصير؟ هدي ما بعرف نسيت. ولك انا الخرا اللي قاعد عم بتناقش معك. خذ هي. يا اخي ايش هالجمال هذا؟ يمكن مش تقتلي. صباح الخير حبيبي. ولك ابن الكلب منين دخلت انت؟ يعني كيف بدك ما ادخل وترك الشباك مفتوح؟ ولك يا حراس تعالوا خذوا هذا المنغولي من هون. يا عيش قلة الزوفة ما جاي اصبح عليك يعني؟ لك استنى ما خلصت كلامي. طيب استني قبل ما تاخذوني بس اسال سؤال واحد بس سؤال واحد. اذا ما عجبك كلامي خليهم ياخذوني. احكي خلصنا. والله متوتر يعني. تقبليني زوج لإلك؟ اطلع لبرا. ماشي. انت اللي خسراني اصلا، في مليون بنت بتتمناني، هيك قالت لي امي الله يرحمها. خلص طلعوني لبرا. هي اللي خسراني، انا في مليون بنت بتتمناني. شلون بتدخل على غرفتها من دون؟ حلو عنطي. سني عم يوجعني. مرحبا انا دكتور اسنان، يعني انا بشتغل بالاسنان، يعني انا صار لي فتره بشتغل بالاسنان، درست 4 سنين عشان اصير دكتور اسنان. وكمان يعني انت ليش جاي؟ سني بيوجعني. تذكرت موقف لما كنا انا وصاحبي قاعدين بنتمشى، بعدين رحنا على هذا الفندق اللي كان اسمه سني عم يوجعني. يا خلص كول خرب فهمنا، خليني اكمل لك القصه. بعدين رحت لصاحب الفندق قلت له سني عم يوجعني. اطلع لبرا، ما بدك تسمع حديثي اطلع لبرا. طيب سني عم يوجعني. يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل. بين هذول ما في امل يطلعوا. لا تخاف انا عندي حل. اخر واحد بيطلع امه رقاصه. تعال معي نتسابق على عربية الفول، ناكل طعمية بزيت محركات على الأصول، والإسهال يجي على طول.